مفيش شك ان مركز المهاجم في النادي الاهلي كان وما زال حتى هذه اللحظه نقطه عامله كده دوشه وعامله صداع في راس مجلس الاداره والجمهور خلال المواسم الماضيه، خصوصا وتحديدا ان النادي الاهلي جرب حظه في اكتر من مهاجم سواء محلي او اجنبي، ولكن كلهم للاسف كانوا دون المستوى، رغم ان النادي الاهلي بيتكلف تكلفه ماليه غير طبيعيه، واخرهم طبعا المهاجم الفرنسي انطوني موديست اللي ما زال حتى هذه اللحظه لن ولم يقدم المردود ولا الاداء ولا المستوى اللي الناس كانت متخيلاه او منتظراه حتى لو بشكل مؤقت، وبالتالي الناس كانت متخوفه من فكره ان انا اروح اتعاقد مع مهاجم زي وسام ابو علي. وسام ابو علي بالنسبه للناس هو كان مهاجم مجهول، الناس ما تعرفش عنه حاجه، بيلعب في دوري من الدوريات الاوروبيه اللي مش في الريت العالي، وبالتالي ما كانش ليه اي تجارب في القاره الافريقيه ولا حتى في المنطقه العربيه. وفكره النجاح بتاع الصفقه مع فشل الصفقات اللي بالشكل ده خلال المواسم الماضيه كانت 50-50، فده مش محل تجارب، والوقت مش هيسعفك ولا هيساعدك، خصوصا ان انت جايب لعيب في شهر واحد، ففكره الادابتيشن او التاقلم لازم يكون سريع. هو مش جاي من اول السنه زي موديست مثلا فهياخد وقت ويشتغل فتره اعداد مع الفرقه ويبدا ان هو ينسجم. وفي نفس الوقت برضه انا مش هروح في الاتجاه بتاع الموجه اللي هي بتحاول يعني تعلي اللعيب وخلاص لمجرد ان انا بشجع الاهلي او لمجرد ان انا بشجع الزمالك، فانا كده كده بقى هتكلم على اللعيب كويس وهتكلم عليه بشكل ايجابي في لعيب لسه ما لعبش 90 دقيقه على بعضهم. لكن لما تيجي تقارن ما بين الفتره الاخيره في النادي الاهلي اللي كان فيها مهاجمين مميزين، اخرهم طبعا كان كابتن عماد متعب قبل اعتزاله، وبعد كده وليد ازارو اللي كان واصل للتوب فورم بتاعه قبل رحيله عن النادي الاهلي، كل اللي جه بعد كده لا يعني كان قليل جدا، ومش ده الريت اللي النادي الاهلي محتاجه بالنسبه للكواليتي بتاع البروفايل ده في المهاجمين. لكن لما اتفرجت على وسام ابو علي في ماتش ميدياما الغاني، رغم ان هو نزل وقت قليل في دوري ابطال افريقيا ومباراه بلديه المحله، لا يعني تحس ان في كواليتي مختلف، تحس ان في لعيب بروميسنج، لعيب واعد مع الوقت ومع الانسجام مع الفرقه، واللعيبه هتساعده بشكل كويس جدا، والانتصارات بتاعت النادي الاهلي تبدا تديله ثقه في نفسه ان هو بدا بدايه كويسه، لعب ربع ساعه الماتش اللي بعده بدا فجاب هدفين في الدوري. الدفعه المعنويه دي مهمه جدا جدا، كل ده عامل ايجابي، زائد ان الفنيات لا مختلفه، تحس ان في لعيب متاسس، تحركاته كلها تحركات فيها وعي غير طبيعي، بيتصرف في الكوره بشكل سليم جدا، عنده ما شاء الله باور في الحركه بتاعته، قوي بدنيا وجسمانيا. فده رايي الشخصي، لكن برضو ده مش تقييم او مش مقياس، لكن البوادر كويسه في ظل ان انت بتقارن باللي جه قبل كده. ولا الناس شايفه راي تاني وان لسه فكره ان احنا نقيم لعيب دلوقتي لسه بدري عليها؟ فالناس بقى تكتب لي من خلال الكومنتات، وما تنساش ان انت تعمل شير وتعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. ولو انت مش موجود عندي على الاكونت خش دلوقتي واعمل لي متابعه.